صباح الخير. احلى صباح مع فنجان القهوة الجميل ده ومع نونة اهي. النهاردة انا في الفيديو ده عايزة بس اتكلم مع حضراتكم في حاجة. موضوع التعقيم اللي انا كنت قلت لكم قبل كده في فيديو من الفيديوهات انا ايه رأيي فيه وليه انا مش بعمل عمليات تعقيم للقطط بتاعتي. انا استنادي في الموضوع ده على شيخ من شيوخ الازهر اللي طلع في قناة كبيرة جدا. طبعا مش هينفع ان انا اقول لا اسماء قنوات ولا اسماء ناس، ده مش من حقي، بس كفاية ان انا هقول هو راجل فاهم جدا ودارس وعارف هو بيقول، وقال رأيه في مشكلة في قصة التعقيم دي على اساس ديني، ده غير كمان الاساس العلمي اللي انا عملت بحث على اساسه. الأساس الديني إن الكائنات دي موجودة. لما تيجي تعمل لها عملية تعقيم زي الإنسان بالظبط، لازم يكون هي عندها مشكلة في الرحم، والمشكلة دي بتضر أو بتأثر على حياتها. يعني أنا عشان أعمل عملية أشيل من قطة عضو زي ده، لازم يبقى وجود العضو ده يعني في جسمها هيسبب لها مشكلة، هيخليها ما تكملش، هيخليها تعيش مريضة، ايا كان هيخليها تعمل فيها ايه. في الحالة دي طبعا لازم ناخد قرار بالموضوع ده. غير كده انا مش مسموح لي قرار التعقيم لهدف ان انا اوقف الانجاب او ان انا اوقف سلالة، ده مش من حقي، ده ضد قوانين الطبيعة وضد كل حاجة. من الناحية العلمية لا، هو المفروض حضرتك ان انت الكائنات دي وجودها مهم عشان خاطر التوازن البيئي، ولو في يوم الكائنات دي مش موجودة هيبقى عندنا مشكلة كبيرة جدا 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 في الارض كلها. ناحية تانية بقى، ان انا اتعرضت ان انا شفت قصادي قطط كتير جدا ما بتستحملش العمليات دي وبتموت، لان العمليات دي لازم عشان تتعمل كمان تتعمل في سن معين، وتتعمل بعد تحاليل معينة، وتتعمل بشكل معين عشان تضمن ان الكائن ده يستمر معاك، دي روح. فما ينفعش ان حضرتك تبقى برضو بتاخد القرار ده في اي وقت وفي اي سن من سن القطة. ده لازم يكون دكتور بيطري كبير وفاهم وعارف ان السن ده هو اللي ينفع يتعمل فيه التعقيم، وعامل التحاليل المطلوبة اللي تأكد ان القطة تستحمل العملية دي. فهل حضرتك جاهز للموضوع ده؟ تالت نقطة، الناس اللي بتقول اصل احنا كده عشان خاطر لو ولد ما يعملش اي مشكلة في البيت، يعني لو القط ذكر يعني، والكلام ده كله. طيب، في عن تجربة ناس كتير جدا عملت عملية التعقيم للأولاد الذكور والموضوع جاب نتيجة عكسية. بالعكس، موضوع ان هو يعني يبقى بيعمل اي حاجة من اعراض التزاوج في البيت زاد اكتر ما قلش للأسف. ودي يعني ده بعد كلام مع اشخاص بشكل شخصي. في حاجة بقى ابشع تانية، ان في حالات حصل عندها نوع من انواع ان هو بقى قط شرس، وطاقته اللي كان بيطلعها في التزاوج، هو بيقولك الدكاترة، في دكاترة اللي بتشجع العمليات دي بيقولك طاقته هتروح للأكل والشرب. للأسف طاقته تحولت للعنف مش للأكل والشرب. وفي حالة ذكرتها لي صديقة ان القط ابتدى يبقى عنده حالة ان هو ما ينفعش يعيش مع بني ادمين تاني، واضطرت ان هي تمشيه من البيت وتوديه لاماكن من الاماكن اللي بتستضيف القطط بمرتب شهري، كل شهر بتدفع له فلوس. يعني هي عملت المشكلة دي مع القط وما استفادتش منه، وحولته من كائن لطيف جدا مسالم زي ما انتوا شايفين كده ما بيعملش اي مشاكل في الحياة، لكائن متوحش ما ينفعش يعيش مع بني ادمين. فالعملية دي مش هبل وخلاص، مش يلا نعمل عملية وخلاص، مش يلا نعمل احنا مش عايزين القطة تخلف. لا، حضرتك مش عايز القطة تخلف ما تجيبهاش من البداية، ده كائن هو ربنا خلقه كده. انت بقى قررت ان انت مش عايز الكائن ده يتكاثر، انت ما تجيبوش عندك، ما تخليهوش يعيش عندك، ما يبقى انت غير صالح
ان انت تربي كائن زي ده. في حد ممكن يقول لي طب ما انتي في الاخر بتضطري تطلعي تبني والكلام ده كله. انا في وقت من الاوقات ما كانش عندي اي مشكله ان ما يخلفوا يفضل كل الكيتنز موجوده عندي في البيت، بالعكس بيبقوا لطاف جدا جدا جدا، وعندي فيديوهات كتير ليهم في منتهى خفه الدم. ممكن بس يكون انا مش قادره في الوقت الحالي احتفظ بيهم، واحيانا يعني بطلع الكيتنز للتبني لاكتر من سبب. اولا فعلا العدد الكبير مع الحاله الصحيه ممكن ما يبقاش مناسب للرعايه، يعني انا اللي هاثر من ناحيته، انا ممكن اخليهم بس هبقى مقصره من ناحيته. تاني حاجه ان في فعلا عائلات كتيره جدا بتبقى عايزه يبقى عندها قطط، وتبقى عايزة ان المكان او المصدر مكان نظيف، بيت كلام من ده. لان القطط اللي بتتحط في المحلات للأسف بتبقى عيانة ومعرضة للأمراض، ووجودها في الشارع ضرر ليها وبتتبهدل، ومش ما بيبقاش فيه عناية ورعاية زي القطط اللي موجودة في البيت. فطبعا في ناس بتبقى حابة ان هي بقى تبتدي تربي ولادها على الرحمة، وان يبقى في كائن معانا في البيت نهتم بيه ونرعاه، بتبقى نفسها تتبنى حاجة زي كده. طب انا ليه ما ساعدش الناس دي وياخدوا من عندي حاجة زي كده لما يكون عندي متاح واقدر اساعد؟ بس وبتأكد من كل النواحي، بتأكد ان الشخص اللي رايحاله الكائن ده على استعداد مادي ومعنوي وكل حاجة انه يقدر يتبنى القطة. اه طبعا في الاول كان ساعات بيبقى فيه سوء اختيار للناس، وطبعا كنت ببقى حريصة ان انا ابقى على اتصال بالشخص عشان اقدر ارجع القطة فورا. لكن دلوقتي انا بقيت بنتقي الناس اللي هتتبنى مني، فكده تقريبا الدنيا تمام. فكده انا ما خدتش الوزر او الذنب بتاع ان انا اعقم قطة، وفي نفس الوقت ما حرمتهاش من غريزة عندها زي الاكل والشرب وحقها في الحياة. ثالثا بقيت بسعد اسر تانية ان هم يقتنوا كائن زي كده عندهم في البيت، ويبقى عضو من اعضاء البيت. بيبقى خلاص ده بيبقى يعني بالنسبة للزوجة في البيت ده ابنها او بنتها، وبتراعيه اكتر ما بتراعي اولادها كمان. يعني ربنا ان شاء الله يجازي كل الناس دي خير على ان هي بتعمل كده، وان شاء الله يكون في ميزان حسناتهم قدام ربنا. بالنسبة والجدير بالذكر ان ربنا هيحاسب كل واحد على معاملته مع الكائنات دي. يعني قبل ما تروحي تعملي عملية تعقيم، وقبل ما تتعاملي معاه بأي شكل، وقبل 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 زي الناس اللي بتأذي كده القطط وتضربها في الشوارع والكلام، انت كمان خافي من ربنا لما هتقفي قدام ربنا وتقولي له انا منعت حاجة زي كده عن القط ده، عملتها ليه؟ فانت هتسألي عن الكائن ده. الكائنات دي وجودها زي ما هو للتوازن البيئي، وجودها بيبقى اختبار من ربنا لينا هنتعامل معاهم ازاي. كل الدواب وكل حاجة في الدنيا انت تعاملتي معاها ازاي، اتصرفتي معاها ازاي. يا رب بس اكون نقلت لكم وجهة نظري. طبعا انا ماليش دعوة بقى بالدكاترة اللي هيقولوا لك لا، والناس اللي تقول لك اصل انا سألت شيخ وطلع انه ينفع. لا، ما هو مش اي حد يقول ينفع وخلاص. لا، الشيوخ الكبار بتوع الازهر قالوا الفتوى بشكل صحيح وما فيهوش جدال. هل في خطر من ان القطة تخلف على صحتها هي شخصيا؟ هل في خطر من وجود الرحم في جسمها؟ لو ما فيش خطر والقطة عادي وعايشة ومتعايشة وبتخلف وعايشة وتمام، يبقى شكرا، عملية التعقيم حرام مش حلال. وانا بعتذر طبعا ان انا اقول حرام وحلال، لان انا مش المفروض ان انا اقول حاجة زي كده، بس انا بقول انا بنيت وجهة نظري على اي اساس. فأي حد بقى تاني عايز يعمل غير كده، ده هو بينه وبين ربنا، ويحتفظ بالموضوع لنفسه، وبلاش نشر النصايح الغلط والفاحشة. هي دي يعني ان انا اقتل روح او ان انا امنع روح من التكاثر ده فواحش اللي انتوا بتعملوه، ده من ضمن الفواحش. فما تنشروش الفاحشة. انت بقى عقمتي القطة في بيتك، انت حرة، مالكيش دعوة بالناس التانية، مالكيش دعوة انا بقى في بيتي بعقمهم ولا ده ما يخصكيش انتي. وشكرا.